في الزمالك مثلا ميدو ما جاش تمرين، هتلاقي تاني يوم كل المانشيتات وكل البرامج ميدو يتغيب وتبقى مشكله. صحيح. عماد متعب اتاخر عن تدريب الاهلي بقت مشكله. طب هات لي جمال حمزه ما راحش تدريب جونه، ممكن ما حدش ياخد باله مع انه جمال حمزه نجم. ده جمال حمزه لما كان بس همسه في النادي الزمالك بنعمل عليها مانشيتات وبنعمل عليها برامج. حمزه بيلعبش دلوقتي ما حدش حاسس يعني بقول لك هو في المقصه النهارده وممكن يكون ما بيبداش. صحيح. هل احنا كاعلام بنجيب السيره؟ نعم. لا، مع انه هو نفس اللاعب. نعم. لكن هاته في الاهلي او هاته في الزمالك هتلاقيه حديث. فهي النهارده انا قبل ما يكون على الفرق دي ما فيش ضغط جماهيري، ما عندهمش ضغط اعلامي. يعني يفضل ممكن الاسبوع كله يعدي على الجونه او على المقصه ومفيش خبر نازل عليهم. لكن انا عندي كل يوم المساحات مفروده للاهلي وللزمالك والاسماعيلي. اي لاعب. وطبعا المباراه دي كانت واخده حيز كبير جدا من تفكيري، لان الامانه انا في مباراه مين اللي صنع الهدف ده يا كابتن احمد مكي؟ احمد مكي ده احمد صافي. احمد صافي اللي عملها له. ايوه. اديله مكافاه 10 جنيه زياده. والله العظيم يستاهل، يعني على اكله السمك اللي عليك بقى لها 4 سنين دي من ساعه ما كنا بنلعب عازمنا على اكله سمك ما حصلتش لحد دلوقتي. احنا بكره مع بعض وناكل مع بعض. ده عندي انا مش عندك انت. اتفضل يا كابتن طارق. فانا بس عاوز اقول ان احنا الحمد لله يعني ده تكمله للامانه للولاد قدوا مباراه جيده جدا. نعم. مباراه المفاريق وادي دجله فريق منظم، وانا شفت مباراه بني سويف وان هم استطاعوا ان هم يفوزوا ب3 نقاط مهمين جدا من خارج الملعب. نعم. والكابتن هشام عمل معاهم شغل كبير جدا بيكمل. ممتاز. كابتن مؤيس ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله. نعم. ال3 نقاط كانوا بيمثلوا لي مشكله كبيره، عشان انا نفسي احقق فوز معنوي قريب. نعم. يعوض ال3 نقاط بتوع الاهلي ثم النقطتين بتوع المقاصه. مش عاوز الولاد يبعدوا يقوموا يتاثروا نفسيا، وعاوز انهي على الكلام اللي بيتقال ان الحرس بتاع الدور الثاني.